5 نصايح لازم تمشي بيهم في ليلة الامتحان بتاع التالتة اعدادي، لانها هتفرق معاك جدا جدا جدا. فكمل الفيديو للاخر، ولو انت اول مرة تشوفني ما تنساش بقى تنزل تشرفني وتنورني في القناة بتاعتي وتعملي لايك للفيديو عشان يوصل اكبر عدد من الطلاب. ويلا بينا ندخل في الفيديو بتاعنا. اول نصيحة وهي ان انت لازم في الفترة دي اللي انت فيها دلوقتي، وعشان كده انا منزله لكم الفيديو بدري شوية قبل ليالي الامتحان بكتير، تمام؟ يعني قبلها باسبوع او اسبوع ونص. فانت لازم الفترة دي تخلص كل اللي عليك من مذاكرة ومن حاجات متراكمة ومن حل ومن كل حاجة، لاني في ليلة الامتحان ما ينفعش تسيب حاجة انت ما ذاكرتهاش او ما حلتهاش وتيجي تقول لا ده انا هذاكرها في ليلة الامتحان وفي ليله الامتحان هيبقى معايا وقت والكلام ده كله، لان كل الحاجات دي ما بتحصلش. ان انت تذاكر في ليله الامتحان وتركز وتحفظ الحاجات دي ما بتحصلش، وحتى لو حصلت فبتبقى مع ناس قليله جدا، ما بتبقاش مع الكل. يعني في بعض الناس فعلا بيذاكروا ليله الامتحان وكده ويقولوا ده احنا هنجيب المنهج كله والكلام ده، لكن المعظم الحاجه دي ما بتحصلش معاهم، لان انت لازم تكون مخلص كل حاجه قبل فتره الامتحانات او ليالي الامتحانات. تاني نصيحة بقى وهي ان انت لازم تسترخي وتريح دماغك الفترة دي جدا جدا جدا، اللي هي فترة الامتحانات او ليالي الامتحانات. لازم تريح دماغك وتسترخي كويس خالص، وعارفة ان هيبقى فيه قلق وهيبقى فيه خوف وهيبقى فيه حاجات كتير من الحاجات دي، بس انت لازم تركن الحاجات دي على جنب. طب ليه هركنها على جنب؟ طب ما الموضوع غصب عني، عارفة ان هو غصب عنيك والموضوع هيكون صعب ان انت تركن الحاجات دي على جنب والكلام ده وما تفكرش فيها، بس انت لازم تعمل كده لان الخوف والقلق والحاجات دي هيأثر عليك في اثناء اللجنة وفي اثناء الامتحانات، فممكن يعود عليك بالسلب، فاحنا مش عايزين كده خالص. ده غير كمان ان عايزة اقولك حاجة لازم تخليها في دماغك دايما دايما دايما، ان ربنا لو كاتب لك حاجة انت هتشوفها، وان لو ربنا كاتب لك ان انت تدخل ثانوي هتدخل، تدخل اي حاجة تانية هتدخل. بس عايزة افهمك حاجة برضو، ان ربنا الحاجة اللي بيكون كاتبها بتكون احسن بكتير من الحاجة اللي احنا متخيلينها، وهو اكيد بيختار لك المكان الاحسن والافضل ليك واللي بيكون ليك فيه قيمة بجد يعني. فحاول ان انت خلاص تشيل فكرة الخوف والقلق وان انت تجيب مجموع كويس مجموع وحش، الكلام ده كله خلاص شيله من دماغك. عارفة ان دي حاجة بتكون انت مخطط لها من اول الترم والكلام ده، بس الفترة دي انت لازم يعني تثق في ربنا، وان شاء الله ربنا هيديك على قد تعبك ان شاء الله يعني. النصيحة التالتة بقى وهي ان ليلة الامتحان، في اي ليلة امتحان انت لازم تبعد عن السوشيال ميديا نهائيا، تمام؟ حتى لو انا يعني اللي بتتفرج عليها فلازم تبعد عني، تمام؟ لازم تبعد عن الموبايل بتاعك خالص والنت والكلام ده والجروبات والحاجات دي. عارفة بيبقى فيه جروبات وبيبقى فيه حاجات كده كتير واسئلة بتنزل على الجروبات والكلام ده، لا حاول ان انت تبعد خالص من الموضوع ده، تمام؟ لانه ده تضييع للوقت مش اكتر. ده غير كمان الجروبات اللي بيقولك لا ده الامتحان هيتسرب والغش والحاجات دي كلها، دي حاجات فاضية وما فيش منيها، واكيد يعني هي حاجات فيك، تمام؟ فحاول ان انت تبعد عنيها وما تضيعش وقتك فيها، وما تعتمدش على الغش لان الغش مش هيفيدك بحاجة، لان انت فعلا تستاهل حاجة اكتر من كده بكتير. فحاول ان انت تبعد عن اي حاجة تشتتك في اليوم ده، وحاول ان انت تسترخي زي ما قلت لك وتريح دماغك وتبعد عن اي حاجة سلبية. النصيحة رقم 4 بقى وهي ان انت لازم تنام بدري في اليوم بتاع ليلة الامتحان. طب في ناس بتسهر وبتذاكر وبتراجع وبتحل والكلام ده، المراجعة والحل والمذاكرة والحاجات دي كلها في ليلة الامتحان اعتقد يعني او إن بنسبة اكبر ان هي ما بيكونش ليها فايدة. زي ما انت يعني ذاكرت من بدري او حليت من بدري او ظبطت دنيتك من بدري، يعني ان انت تيجي في يوم المراجعة وتحل وتذاكر والحاجات دي كلها ما بيكونش ليها فايدة يعني قوي. هو اي نعم ممكن تحل كام سؤال فيجي من يوم الامتحان والحاجات دي، لكن ما بيبقاش ليهم فايدة قوي. فحاول ان انت تنام بدري وما تسهرش وما ترهقش بدنك، لان هترهق بدنك فده هيعود عليك بالسلب، لانك مش هتركز في اللجنة في اثناء الامتحان ومش هتعرف تحل، وممكن بعض الاسئلة اللي انت هتذاكرها في ليلة الامتحان دي اللي انت سهرت عشانها ممكن اصلا تفقد تركيزك وما تعرفش تجمعها.
وكده. فحاول ان انت تبعد يعني عن الموضوع ده وتنام بدري، لان تركيزك وعقلك واستيعابك والحاجات دي كلها احنا محتاجينها في اللجنة، مش محتاجينها بالليل في الفترة اللي هي هتسهرها انت، لا محتاجينها في اللجنة عشان تفيدك. تمام، محتاجينها اثناء الامتحان. فحاول ان انت تنام بدري، يعني نام كده على الساعة مثلا 10 بالكتير، لو اتأخرت خالص نام الساعة 10 عشان تصحى بدري، اللي هو تصحى مثلا الساعة 5 او الساعة 4 الفجر، فتبدأ ان انت تراجع براحتك. الصبح المراجعة قبل الامتحان مفيدة، لكن مراجعة بالليل دي بتبقى يعني مش مفيدة للدرجة اللي هي، لانها بترهق البدن والعقل والتركيز. تمام. النصيحة رقم 5 بقى، ودي اخر نصيحة معانا، وهي ان انت هتصحى بدري شوية الصبح. زي ما قلت لك هتنام بدري فهتصحى بدري، لو ما نمتش بدري فانت يعني انت السبب. تمام، انا قلت لك وهو انت عايز تاخد بالنصيحة خد، ومش عايز تاخد براحتك. انت هتنام بدري. تمام، هتنام بدري زي ما قلت لك 10 كده بالكتير، وهتصحى الساعة 4 الفجر 5 الفجر. تمام، تصحى تبدأ ايه؟ تبدأ ان انت تفطر الاول، تفطر كويس جدا، لان لما تفطر وتبقى متغذي كده وفايق هيبقى حاجه كويسه في اثناء اللجنه وانت بتحل. ده هيساعد على ان انت تركز وتجمع الاسئله بالراحه وتحل بالراحه، ويكون عندك تركيز كده ونشاط وطاقه. فحاول ان انت تفطر يعني. تاني حاجه بقى، وهي ان انت هتبدا تبص على المنهج، او تبص على المنهج كده قرايه سريعه، او تبص على الاسئله اللي انت محددها بالوان زي ما قلنا، الاسئله اللي هي بتبقى متكرره بتاعت المحافظات وكده، تبدا ان انت تبص عليها، عشان الاسئله دي هيجيك زيها في الامتحان او بنفس الافكار بتاعتها، فلازم تبص عليها، وبحيث ان انت يكون عينك كده شافت الافكار قداميها وشافت نوعيه الاسئله دي او شكل الاسئله او اي حاجه. فحاول انت يعني تبص على المنهج كده قبل ما تروح اللجنه. وطبعا انت هتصحى بدري، فيبقى قدامك بتاع ساعتين عبال ما تروح الامتحان وكده، لان الامتحان تقريبا بيبقى الساعه 8 9 كده يعني. تمام وبس. فكده انا خلصت ال5 نصايح بتوعي. يا رب اكون قدرت ان انا افيدك بحاجه كويسه استفدت منيها واستمتعت بالمشاهده بتاعه الفيديو. فما تنساش بقى لايك وشير وسبسكرايب للفيديو، وما تنساش لو انت اول مره تنزل تشرفني تحت وتعمل لي سبسكرايب. وبس كده، يلا باي.